صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فراخ مقرمشه، فراخ كنتاكي بطريقه سهله وبسيطه. كمان هنعمل جنبيها رز بسمتي. هنسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا فرخه متقطعه 12 قطعه، مغسوله كويس بملح وليمون ودقيق. بغسلها كويس، بعد كده بشطفها كويس وانشفها، وابتدي اعمل فيها فتحات بالسكينه كده. افتح الدبوس الاول واعمل فيها فتحات بالسكينه. بعد كده بجيب بوله واحط فيها ميه ساقعه وانزل بالمكونات دي. ده محلول نقع، معلقه سكر، ورق لورو وحبهان ونص معلقه جنزبيل ومعلقه ملح، ومعايا معلقتين خل، ومعايا ليمونه شرايح. بقلبهم مع بعض كويس، وانزل عليهم بالفراخ. انا مقطعه الدبوس معايا بالشكل ده فتحيه كده اهوت عشان يستوي معايا كويس، وعامله في الفراخ كلها فتحات بالسكينه. بسيبها في المحلول ده لمده ساعتين في التلاجة. بعد كده طلعتها شطفتها ونشفتها تاني. ابتدي اعمل التتبيله بتاعتها. معايا نص كوبايه لبن على كوبايه ميه، ومعايا من التوابل دي نص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه جنزبيل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، ربع معلقه قرفه، وورق لورو وحبهان، ومعايا معلقتين كبار بهارات بروست من عند العطار. بقلبهم كويس مع بعض. بدوب كل البهارات اللي انا حطيتها دي كويس في الميه واللبن، وبنزل عليهم بالفراخ بتاعتي بالشكل ده، وبغطيها واسيبها في التلاجة 3-4 ساعات. ممكن تتبليها من بالليل عادي. بعد كده هنعمل الكفر بتاعها. معايا نص كيلو دقيق، برضو البهارات نفس البهارات اللي انا حطيتها. نص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، ربع معلقه قرفه، ربع معلقه فلفل اسود، برضو معلقتين كبار من بهارات البروست. بقلبهم كويس مع بعض، وحاطه في الدقيق ربع معلقه بيكنج باودر. بقلبهم كويس مع بعض كده، وبصفي الفراخ كويس، وبعدين بنزل عليها بالدقيق. ابتدي اقلب يمين وشمال كده في الفراخ وانفضها كويس كده، وانزل بالفراخ برضو في التتبيلة دي تاني بالشكل ده، وارجعها مرة تانية للدقيق، وافضل اقلب فيها برضو بايدي كده يمين وشمال وانفضها علشان اعمل فيها ال الكفر اللي انتوا بتشوفوه عليها دوت المقرمش ده اهو. بقلب فيها كده كذا مرة، يمين وشمال يمين وشمال، واقعد انفضها كده جامد علشان تاخد معايا الشكل ده، الشكل المقرمش اللي احنا كلنا بنحبه ده. مم. الشكل ده كده اهو. انا عملت كده قطعة تانية، يعني بوريكم الشكل بتاعها بتبقى ازاي. انا كنت مولعة، حاطة حلة على النار وحاطة فيها زيت. ليها في حلة مش في طاسة، وحط فيها زيت، تكون الفراخ مغطي الفراخ، وبعدين توطي النار عليها وتغطيها. بعد كده نحضر الرز البسمتي. معايا معلقة سمنة على معلقتين زيت وجزرتين كبار وبصلاية مبشورة. ببشر الجزر وببشر برضو البصل، وابتدي ادبلهم الاتنين كده مع بعض، يدوب بس كده ايه يتبلوا الاتنين كده مع بعض. معايا معلقة كبيرة من بهارات رز البسمتي وقرفة ولومي ومكعب مرقة، واشوحهم مع بعض كده كويس. طبعا الرز انا كنت غسلاه ونقعاه، صفيته اهوت
وابتدي انزل على الرز، ابتدي انزل بالرز على الجزر والبصل والتوابل، اديهم تقلبتين كده مع بعض. كده بقلبهم كده كويس مع بعض. بنزل عليهم بقى بالمية المغلية. الرز البسمتي كوباية واحدة بتاخد كوبايتين مية مغلية، واديهم تقليبة، واول ما يتشرب معايا بوطي النار عليه. بالشكل ده كده كان بيستوي يعني. انا طلعت الفراخ معايا، بتطلعيها على طبق وفيه مصفى كده علشان يصفي الزيت بتاعه، وتفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها، ما تطلعيهاش على مناديل، على مصفى زي كده. ان انا خلصت كل الكمية معايا اهيت، بجد مستوى ممتاز، مستوية جدا، وطعمها تحفة، طعمها بجد تحفة قوي، احلى من بتاعة بره بكتير، انضف واحلى، وتوفير فيها طبعا كتير قوي يعني. والرز اهو، بجد الفراخ جربوها هتعجبكم قوي. والرز مفرفط وجميل قوي معايا اهوت. بصوا الفراخ سواها من جوه عامل ازاي، بيضه ومستويه جدا وجميله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك.